احتج صباح الثلاثاء العشرات من عائلة حفيظة التي عثر عليها مقتولة داخل بئر بمنطقة واويزغ تزامنا مع انعقاد أولى جلسات التحقيق مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال. وجرى تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء من طرف أفراد من عائلة الضحية للمطالبة بتحقيق العدالة وإنصافهم، وذلك تزامنا مع تقديم متهمين أمام قاضي التحقيق ببني ملال بعد الاشتباه في تورطهم في عملية القتل التي ذهبت ضحيتها شابة في 21 من عمرها. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.